السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة سلام لكل حد بيسمعني، سواء كنت إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. رسالة سلام لكل عمار الكون، من أصغر ذرة لأكبر مجرة. رسالة سلام لكل حي عارف إنه حي، ولكل حي لسه ما اكتشفش إنه جواه حياة. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة احنا جايين نتكلم في القانون اللي أنا بعشقه عشق خاص جدا، وهو قانون الحب. تخيل كده ان الحب ليه قانون. ممكن انت ما تكونش سمعت عنه، بس لو عرفت متصوفة او عارفين او الكلام ده كله هتلاقي كلهم بيتكلموا عن الحب والعشق الالهي، وبيكتبوا فيه الكتب وبيكتبوا فيه القصائد وبيكتبوا فيه الاشعار، وليلة طويلة قوي. عادة لو انت ما مشيتش رحلة العشق الالهي انت ممكن تلاقي كلمة حب دايما هي كلمة تافهة قوي، كلمة صغيرة جدا. هي كلمة علاقة ما بين راجل وانثى، ذكر وانثى، علاقة ما بين طرفين. بس اللي انت ما تعرفوش ان الموضوع بتاع الحب ده اكبر بكتير قوي مما تتخيله، لان هو النهاردة اللي جاي يجاوبنا على النص التاني للسؤال اللي ملوش اجابة: هل الانسان مخير ام مسير؟ واتفقنا في الحلقة اللي فاتت ان الانسان مخير بنسبة 100% وفق قانون الاحتمالات. ولو انت ما شفتهاش هتنزل تحت هتلاقي في صندوق الوصف اللينك بتاع الحلقة اللي فاتت، اتفرج عليه قبل ما تكمل الحلقة دي، لان الحلقة دي مترتبة على القانون بتاع الحلقة اللي فاتت. لان الحلقة اللي فاتت اثبتنا ان الانسان مخير بنسبة 100%، وقلنا دي 50% من الاجابة. لان ال50% من الاجابة التانية هي ان الانسان مسير بنسبة 100%. هي مش معضلة، والله انا مش جاي الخبطك. عارف ان هي الموضوع يبان في الاول ان هو تناقض، ويبان ان هو انا عمال اتفلسف وان انا عمال اكلكع الدنيا وعمال اشقلبها. والله ما بشقلب، بس هي دي الاجابة، واللي انت هتفهمها النهاردة بالتفصيل. وهتفهم دلوقتي اصلا هو ان الموضوع اللي انت شايفه ان هو تناقض هو مش تناقض، ده هو عين الحكمة. لكن الفكرة كلها انك انت ما حاولتش تغوص جوه الحكمة قبل كده. الفكرة كلها ان هم علموك ان انت تاخد الموضوع من على الوش. بعد كده لما جت ناس تكلمك روح تفكر، بدأوا يقولوا لك القبلة هي القبلة والحب هو الحب وكلام عجيب من الكلام ده كله، والزين حرف عزة والكلام ده، وان خليل من خلال. فبدأت تقول لا والله اكيد الكلام ده هكس، فانا ارجع للي ايه، للموروث بتاعي واللي انا اتعودت عليه. انا عارف والله، انا عارف ان كل الناس اللي كلموك عن البحث وانك تتدبر وانك تسعى بشكل جديد وانك ما تلتزمش بالقوانين كان كلامهم مش يعني مش على مستوى الفكر. عارف ان انت لما بتبدأ تجيلك الاسئلة الوجودية ما بتجيش لانسان غبي. ما ينفعش انسان غبي تجيله اسئلة وجودية. ما ينفعش انسان ايمانه ضعيف اصلا تجيله اسئلة وجودية. الامام الغزالي بيحكي لك يقول لك ايه، يعني ان مفيش ايمان بدون شك. فعلشان يجي لك الإيمان لازم بتتبني جواك أولا بذرة الشك، والموضوع ده احنا هنتكلم عليه بالتفصيل من أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو بيحكي الرحلة دي بتتكون إزاي. وبنتكلم بقى عن الفرق ما بين الإيمان والإسلام والإحسان. أنا مش شيخ، بس اللي انت معرفتوش واللي أنا لسه ممكن أو تكون أول مرة تشوفني فيه، انا راجل بتكلم في اننا ازاي نحقق اقصى طاقة ممكنة واقصى استفادة ممكنة من وجودنا في الحياة دي. وعشان نحقق اقصى استفادة ووجود ممكن في الحياة اللي احنا موجودين فيها ديت، لازم تفهم القوانين والحكمة اللي بتدير الكون ده. انا كشخص اؤمن ايمان يقيني بوجود الاله. فانا كشخص اؤمن ايمان يقيني ان الاله دوت ليه حكمة، ليه سيستم بيدير بالكون. واؤمن ايمان يقيني اذا انا فهمت السيستم اللي الاله حطه في الكون دوت، انا هكون من اسعد البني ادمين ومن اسعد البشر اللي موجودين على وجه الارض. في نفس الوقت ان انا لو فهمت الحكمة اللي هو حاططها انا هعرف ابحث عن الطريق اللي يوصلني اللي انا عايزه. وعلشان تمشي على الطريق بتاع الحكمة بتاعت الاله، ما ينفعش تمشي على طريق حكمة الاله وانت بتخالف الاله. فعلشان توصل لمعرفة هو الاله عايزك تمشي ازاي، هو مش عايز منك حاجة. والله ما عايز منك حاجة، ده هو عايزك انت اللي تعمل لنفسك. فمادام هو عايزك تعمل انت لنفسك، فالموضوع اصلا ان العالم المادي
اللي انت عايش فيه ومتخيل ان هو ده الواقع، ما هو الا شعرة في عدد لا نهائي من الاحتمالات والشعرة اللي انت عليها ده بقى كلها هي نقطة على بحر روحاني. البحر الروحاني ده بقى هو اللي فيه الطاقة الوجودية اللي مخلية العالم المادي بتاعنا دوت تحسه ان هو حي. من غير الطاقة الروحانية اللي موجودة في العالم المادي ده، العالم المادي ده كان هيبقى اسمه عالم الصور. كنا هيدوبك هتبقى صور، ما كانش هيبقى في حركة، ما كانش هيبقى في حياة. اللي مخلي ان الصور دي ماشية ورا بعضها ومخلينا بنشوف ان الفيلم ده ماشي وشغال، هو ان اصلا في وجود روحاني عميق موجود جوه العالم المادي اللي احنا عايشين فيه. وبدام الكلام وصل بينا لكده، فنبدأ بقى نوصل لفكرة ان الله محبة. زي ما قال السيد المسيح، الله محبة. احنا وجودنا ما هو الا فيض من فيوضات محبته. ونفخت فيه من روحي. احنا نفخة من روح الاله. الروح هي مركزية كل كائن حي موجود في الوجود. الروح بقى اللي موجودة في مركزيتك ديت هي دي بقى اللي بتبث الحب في حضرتك. الحب اولا يعني ايه؟ علشان يعني نبدأ بس نوصل لجوهر الموضوع. الحب هو تلاشي الحدود. الحب هو عطاء بلا حدود. الحب هو انك تدي حب، مش انك تاخد حب. الحب هو انك تدي بدون انتظار مقابل. الحب هو انك ما تتوقعش شيء من اللي قدامك، هو موضوع غير مشروط. الحب هو ملوش ضد. الحب هو مفيش فيه قيود، ومفيش حد بالمعنى اللي احنا شرحنا بيه الحب ده يستحق للحب. المستحق الوحيد للحب بالشكل ده هو الله، لا إله إلا هو. ولو حبيت أي حد بحب شبيه بده هيخذلك، لكن لو حبيت أي حد في الله، يعني إيه في الله؟ يعني بتحب محبة ما نسبقش الأحداث. بلاش نسبق الأحداث. زي ما اتفقت بقى، هو ده الحب. واتفقنا إن الروح هي مركزيتك. أول ما بتبدأ تيجي كده تظهر في الوجود، زيك زي كل واحد فينا ظهرنا في الوجود دوت ازاي؟ ظهرنا في صورة بيبي صغنطوط بيتشال كده. قبل البيبي الصغنطوط ده ما يجي بتبدأ تتحط أول بذرة اللي هي الحيوان المنوي جوه الرحم، ويبدأ البذرة دي تتفاعل فيبدأ يظهر الكائن الحي ده. أول ما بيبدأ يتحط البذرة دي جوه كده، بتبدأ البذرة دي يتحط فيها مركزية الايه اللي اتفقنا، مركزية الروح بتاعتها. انا عارف انت دلوقتي مستني ان احنا نتكلم عن القدر وازاي انا مسير بنسبة 100%. ما تستعجلش، والله جايين. ما تستعجلش على رزقك. احنا ماشيين واحدة واحدة بس. افهم الليلة جاية منين. الحكمة مش للجميع. الحكمة مش للجميع. ليه الحكمة مش للجميع؟ لان ربنا خلق الحكمة خفية. ليه الحكمة خفية؟ علشان احنا طبقات، سواء في المعيشة، سواء في الرزق، سواء في الذكاء، سواء في كل حاجة. حتى الإيمان بربنا درجات، إسلام، إيمان، إحسان. فالحكمة بقى دي أعلى درجات الإيمان. فعلشان توصل للحكمة لازم يبقى قلبك ده مفتوح. افتح قلبك، افتح قلبك. الكلام اللي احنا بنقوله دوت جديد عليك. الحلقة دي اتفرج عليها مرة واتنين وعشرة وعشرين، واقعد اتفرج عليها مع اصحابك وتناقشوا، او مع صحباتك اقعدوا وتناقشوا واتكلموا، لان الافكار دي جديدة وتقيلة جدا. اللي احنا جايين نتكلم فيه بقى، روحك هي مركزيتك. اول ما يبدأ يتحط البذرة بتاعتك كده في الوجود، المركزية بتاعت روحك ديت بقى بدأت تبث ايه؟ تبث محبة الله فيك. الله مركزية روحه موجودة علشان تبث محبته فيك مش ليك. بمعنى ايه؟ المحبة عمالة تتبث فيك لكل شيء في الوجود. كل ثانية 10,000 جنيه حب. كل ثانية 10,000 جنيه حب. كل ثانية 10,000 جنيه حب. عمالين كل ثانية 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب. محبة لله فيك لكل شيء. طب يعني ربنا ما بيحبنيش؟ لا، بيحبك، بس محبة الله ليك جاية لك من كل شيء.
محبة الله ليك مش اللي جايه لك مباشر، اللي جايه لك مباشر هي محبة الله فيك لكل شيء علشان يبدأ يحصل لك التمدد. لكن محبة الله ليك جايه لك من كل شيء، وبالتالي بدل محبة الله ليك موجودة في كل شيء، فكل شيء ما بيعملش ليك أي شيء إلا اللي ربنا كاتبه ليك. بمعنى إيه؟ إن كل شخص، كل حدث، كل موقف، كل حاجة انت بتقابلها في حياتك ما هي الا انعكاس لقدر الله ليك. هي عمالة بتنفذ لك محبة الله اللي ليك، اللي انت مش شايفها ان هي محبة نتيجة ان انت محبوس جوه دايرة. هو ده اللي احنا جايين نحكيها النهاردة. كل دقيقة 10,000 جنيه حب، كل ثانية مش دقيقة 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب. يبدأ بقى يظهر منك أول حاجة البوابة اللي بتربط ما بين العالم الروحاني والعالم المادي. أول حاجة بتظهر في الجنين هي قلبه، القلب اللي هو المتصل الوحيد بالعالم الروحاني الخارجي. هوب ظهر القلب، 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب. بدأ يظهر الجسم، 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب. 9 شهور خلصت، نزل جنين، بقى ليك وجود مادي محدد، بدأت تقيد ماديا. 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب. خلال أول سنة سنتين عمال النمو يحصل بشكل سريع. 10,000 جنيه حب عمالين يتمددوا، انت عمال بتنمو بشكل سريع جدا، جسمك بيكبر بشكل سريع جدا، عمال تتعلم بشكل سريع جدا، بتقدر تتعلم الكتاب، بتتعلم اللغة، تتعلم اسلوب الناس اللي حواليك، تتعلم تمشي خلال وقت سريع جدا. عمال تنمو، جسمك بينمو بشكل سريع، عمال تكبر، عمال تتعلم، عمال تاخد سلوكيات لحد ما يبدأ يتكون سنك 6 7. الوعي عمال يتمدد يتمدد وياخد قيود من العالم المادي، يتمدد يتمدد وياخد قيود من العالم المادي، يتمدد يتمدد وياخد قيود من العالم المادي، لحد ما القيود دي ما تكتفه بالكامل. اول ما القيود بتاعتك تتكتف وتتكون بالكامل، اهلا بيك، لقد تم تقييدك بالكامل. انت دلوقتي مربوط وملفوف لفة جلاش. دلوقتي انت كده. دلوقتي فكرة بقى كلها اللي بيحصل دلوقتي ان كل ثانية عمال يجيلك 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب. الفكرة كلها ان انت كنت عمال في الاول تتمدد 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 لغاية لما تكونت قيودك بالكامل. دلوقتي قيودك دي محددة ما بتزيدش، بعكس الاول انت عمال تتمدد. دلوقتي قيودك اتكونت حواليك ومحددة. هنفترض ان هي مثلا 30 سنتي، ال 30 سنتي ما عادتش بتزيد. 10,000 جنيه حب 30 سم، 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 10,000 جنيه حب. يا نهار ابيض انا هنفجر 30 سم، انا مش قادر اتنفس. 10,000 جنيه حب، 10,000 جنيه حب. يبدا الحب اللي جوه ده اللي اتحبس جوه يكمكم. اول ما الحب ما يبدا يكمكم يبقى ده الوقت اللي هيبدا يحصل فيه ايه؟ عملية الريسايكل، عملية التحويل للحب. ويبدأ الحب اللي بعته ربنا فيك لكل شيء، تبدأ القيود المادية اللي اتكونت حوالين الحب تحوله لحب للقيود، وتبدأ تحول الحب بتاع القيود اللي بقى موجود جواك، اللي ربنا بعته فيك طاقة جبارة ربنا بعتها فيك لكل شيء موجود في الكون، بدأت تتحول بالكامل لقيودك، وبدأت تغذي قيودك، وبدأت تكون ليك حاجة انت بتقول عليها دلوقتي ان هي شخصيتك. ايوه، شخصيتك ما هي الا قيودك، واللي هي بيتقال عليها دلوقتي في علم النفس الايجو. اغلب الناس بتفكر ان الايجو هو الغرور. الايجو مش الغرور، الايجو هو الانا الزائفه. انا زائفه اتكونت، قيودك اللي اتكونت عماله توهمك ان هي انت. احنا بقى بنقول عليها في الدين ايه؟ النفس. النفس. طول الوقت 10,000 جنيه حب شغالين يجوا، والنفس او الايجو او الانا الزائفه عماله تغذي بيها نفسها، عماله تغذي بيها نفسها، عماله تغذي بيها نفسنا. الانا الزائفه عماله تنتفش وتتنفخ من الحب اللي هو المفروض يطلع لكل العالم، وبدات تغذي بيه نفسها. وانا بحب فلان، انا بكره فلان، انا مش عارف ايه، انا كذا. وتبدا تتحول بقى لكل اشكال المشاعر اللي موجوده في الدنيا. جنس هو حب مشوه،
الغرور هو حب مشوه، الخجل هو حب مشوه، ضعف الثقة في النفس هو حب مشوه. كل ده حب ذات بشكل زاد عن حده فقلب لضده. الحقد حب مشوه، الحسد حقد مشوه، الكره حقد مشوه، الخوف حقد مشوه، حب مشوه، حقد مشوه. هو الحقد اصلا مشوه. معلش، حب مشوه. السرقة حب مشوه، انا ليه الناس دي تبقى معاها وانا ما معيش؟ حب ذات مشوه. كل الحاجات ديت، القتل حب مشوه، حب بدأ يتشوه وبدأ يغذي قيودك عشان انت قيدك بقى 30 سنتي ومش هتعديه. مادام قيدك بقى 30 سنتي ومش هتعديه، واضح من الكلام ده كده ان انت ماشي رايح فين؟ مش رايح في حتة. واضح من الكلام ده كده ان مادام قيدك اتكون ومحدد وانت ما تقدرش تعديه خلاص، فالقيد اللي اتكون وتحدد دوت هو ما بيمشيش في كل المسارات. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا ان انت عندك عدد لا نهائي من المسارات، كل الاحتمالات موجوده، كل الخير وكل الشر وكل حاجه موجوده. ليه بقى التغيير صعب؟ نتيجه انك انت طول الوقت متخيل ان انت قيودك، انت شخصيتك، انت اللي انت عليه، انت البيئة اللي اتوجدت فيها، انت دماغك، انت افكارك، انت عقلك. وكل ده ما هو الا قيدك. قيدك اللي اتكون دوت مرتبط بمسار محدد لا غير. ودوره بقى طول الوقت ان هو يعرفك حاجتين. قيودك طول الوقت دورها ان هي توصل لك اجابتين. ايه هما الاجابتين دول؟ رقم واحد، ان هي انت قيودك، انت شخصيتك. احمد انا عندي خجل، انا ما بعرفش، انا كذا انا كذا، وتقعد تسقط على نفسك الافكار السلبية اللي موجودة في القيود بتاعتك وتبدأ تتخيل ان انت هي وتتماهى معاها. تاني حاجة، لازم توهمك طول الوقت ان كل حاجة انت بتعملها هي ايه؟ هي من اختيارك انت. فانت قاعد عمال تختار اختيارات ما بتختارهاش، انت ماشي بتنفذ المشيئة بتاعت المسار اللي انت ماشي فيه. وبالتالي انت ما بتختارش اي حاجة موجودة في المسار، لان كل حاجة موجودة في المسار اصلا موجودة من قبل ما انت ما تبقى موجود. وانت طول الوقت متخيل انك بتختار وانت ما بتختارش، انت عمال تنفذ مشيئة المسار. وتطلع في الاخر تقول احمد اصل ده قدري، اصل ده رزقي. يا حبيبي والله ما قدرك، والله ما رزقك، والله ده انت مش انت اصلا. انت مش انت وانت جوعان، انت مش انت وانت في القيود، انت مش عارف نفسك حضرتك، انت متخيل ان ده انت وهو ده مش انت. وده مش قدرك، ده مش رزقك، ده بدايتك بس مش شرط يكون نهايتك. ده مش حقيقتك، ده قيدك. ولو انت ما اتحررتش من قيودك ديت فاوعدك انك هتفضل طول حياتك عمال تكرر في نفس النتائج. حتى لو العالم اتغير، حتى لو الظروف اتغيرت، حتى لو كل حاجة اتغيرت، انت مش هتتغير. بيقول لك عقل الشيء يعني ربطه. عقلك ما هو الا قيودك اللي ربطك في المسار. فلو انت بقى متخيل ان انت بتختار بعقلك، فسامحني انت ما بتختارش اي حاجة. انت قاعد عمال تنفذ زي ما قلت لك مشيئة المسار. عقلك مرتبط بالمسار اللي انت عليه، ولو غيرت المسار اللي انت عليه فعقلك هيتغير. بالمعنى الأصح دايما كده في مقولة في علم النفس بيقول لك أنت ما بتسعاش لتحقيق الهدف من أجل الهدف، أنت بتسعى لتحقيق الهدف نتيجة الشخص اللي أنت هتكون عليه. نتيجة إن وأنت بتسعى لتحقيق أهدافك ما ينفعش وأنت رايح تحقق هدف أكبر من اللي أنت بتحققه دلوقتي تتخيل إنك هتروح بيه وأنت بنفس الشخصية. لازم تكون شخص مختلف. قبل كده كنت بشرح لهم وبقول لهم انت دلوقتي، بشرح في الكورس بتاع خريطة القدر بشكل مفصل، بقول لهم مثلا انت ليك اسماء دلع. احمد ده اسم الدلع بتاعك، ده بياخد 100,000. مصعب ده بياخد مليون. الاتنين هم اسماء دلع ليك في احتمالين مختلفين. فما تتخيلش انك هتروح تاخد المليون من غير ما تكون بقيت مصعب. ما ينفعش تتخيل انك وانت احمد هتاخد المليون، لازم تبقى مصعب علشان تاخد المليون. واضحة كده؟ بالمعنى الأصح يا جماعة انت مربوط في ساقية، انت ماشي بتنفذ مشيئة مسار انت ماشي فيه. متخيل طول الوقت انك بتختار؟ والله انت ما بتختارش اي شيء، انت بتنفذ مشيئة مسار انت موجود فيه. انت بالمعنى الأصح مخير بنسبة 100%، مسير بنسبة 100%. زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت. بمعنى ايه؟
انت مخير بنسبة 100% انك تختار انت مين، مسير بنسبة 100% في انت مين ده هيختار ايه. فاللي انت عليه لو مش عاجبك النتائج اللي هو بيحققها، انت لا تملك تغيير الاختيارات اللي انت بتختارها عشان تغير النتائج اللي انت بتحققها. افعالك ما بتغيرش رزقك، وده احنا قلناها في حلقة الرزق وبنقولها تاني في حلقة القدر، ان افعالك ما بتغيرش نتائجك. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. افعالك مش هتغير نتائجك، عشان تغير نتائجك لازم تغير الشخص اللي انت عليه. اذا غيرت الشخص اللي انت عليه هتغير النتائج اللي انت بتحققها. المعضلة ان اغلبنا عايز يحقق نتائج اكبر وهو نفس الشخص من غير ما يتحرك قيد انملة. حلوة قيد انملة دي، جامدة مني. انا مش بقول لك انا جامد دنين. من غير ما يتحرك قيد أنملة من مكانه. هو عايز، هو بياخد مثلا 10,000 جنيه في السنة، لا أنا عايز أخد 100,000 جنيه في السنة وأنا ما تغيرنيش، ما تقوليش اعمل، ما تقولش تنمية بشرية وتقعد تقول لي بقى طور من نفسك وغير من نفسك والكلام ده كله. والله ده دين، والله ده قدر، والله ده السيستم اللي بيدير الكون. حضرتك حابب ان انت عايز نعمل لك حاجة عمولة خاصة بيك، مش هتحصل. عايز تغير الواقع اللي انت عايشه لازم تغير الشخص اللي انت عليه. غيرت الشخص اللي انت عليه زي ما قلنا لك بقى. الناس لما بتيجي في خريطة القدر وبنبدأ نسمع الكلام ده كله بيبقى كلام جديد ليها. بنسجل الكلام ده كله والناس بتسمعها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين لحد ما يبقى جزء من الإدراك بتاعها عن نفسها. انت لازم تفهم ان انت في ايدك تغير وتعمل كل اللي نفسك فيه. ربنا مستحيل يبقى حطك وهيحاسبك ويقولك مفيش ارادة حرة. اسمع واحد قبل كده من الاشخاص المسلمين اللي بيطلعوا يقعدوا يناقشوا الملحدين والكلام ده كله، فالراجل بيقول له ازاي يبقى عندك ارادة حرة وفي قدر؟ يقول له لا احنا ما عندناش ارادة حرة. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، انت مسلم ومتخيل انك ما عندكش اراده حره؟ يا راجل حرام عليك انك تقول كده. الاراده الحره موجوده، ربنا حاطط فيك اراده حره، والاراده الحره دي موجوده مش في انك تختار اختياراتك. الاراده الحره دي موجوده علشان تختار انت مين. ده الاختيار الوحيد المتاح لحضرتك. متخيل للحظه انك هتختار اختياراتك الحياتيه؟ اتفضل اتوكل على الله، والله ما هتغير حاجه وهتفضل طول حياتك تكرر في نفس المعاملة. الفكرة بقى كلها ان القدر مصمم بالشكل اللي يطردك بره المسار. طول ما انت في المسار دوت ومربوط في المسار، ربنا خلق لك القدر عمال يديك بالشلاليت. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، محدش بيخرج بره الكومفورت زون من غير ما ياخد بالشلوت. فانت الشلاليت شغالة، شلاليت وإقلام وضرب يمين وضرب شمال. اخرج، اخرج، اصحى يا عم، انت ابوس ايدك. سيب المسار اللي انت عليه، ده مش انت، ده مجرد الايجو. انا زائفة، مش انت خالص. اي حد جرب ان هو طور من شخصيته بشكل ما وبدأ يكتشف المكتسبات الشخصية وحاجات كتيرة هو مسعاش لتعديلها في شخصيته وهو بيتغير، اتغيرت لوحدها. ناس كتيرة لما بتمشي في الرحلة دي بتكتشف الموضوع دوت وبيبدأ يعرف ان هو اختار فيرجن جديد من نفسه. هو ده اللي احنا بنتكلم عليه يا جماعة في خريطة القدر. خريطة القدر علم حياة. معرفة القدر يا جماعة حياة وحكمة. معرفة قدر ربنا بتديك سعة. معرفة قدر ربنا بتديك محبة. انك لما تعرف ان الاله مظبط لك كل دوت علشان حضرتك، يا نهار ابيض، ازاي ما تحبوش؟ الاله مش فارض عليك القدر عشان يقولك انا جامد تنين جدا، لا، ربنا عامل القدر دوت علشان يساعدك. ربنا خالق القدر بكل احتمالاته علشان تقدر تحقق اللي انت نفسك فيه. ربنا خالق قانون الحب علشان تبدأ تطلع الحب اللي جواك دوت وتتحرر من قيودك. ربنا بيبعت لك المشاكل علشان يصحيك ويقول لك قوم اصحى. هو انت لسه قاعد لغاية دلوقتي ومتخيل ان انت شخصيتك؟ قوم، انت اكبر من كده بكتير. اله زي دوت ما ينفعش ما يتحبش. اله زي دوت انت لازم تعشقه. إله زي دوت وانت رايح تصلي له، انت رايح تقول له الحمد لله رب العالمين. إله زي دوت هو حكيم، هو ظابط كل حاجة ليك علشان انت تطلع تحقق كل اللي انت نفسك فيه. اوعى تسيب حد يقولك للحظة
ان الرزق مقسوم وما بيتغيرش. والله الكلام ما ينفعش يبقى منطقي ولا ينفع يبقى دين، لان الدين بيقول لك ان الرزق بيتغير وفي نفس الوقت الرزق مقسوم، ومالوش اجابه غير الاجابه اللي انا قلتها لك دي. مش كبر، بس هو مالوش اجابه الا الاجابه اللي انا قلتها لك دي. ناس هتقول لك ان هو فكره الاحتمالات وبس، والله الاحتمالات بس مش اجابه. قانون فاديم زيلاند اللي هو بتاع الاحتمالات بس مش إجابة. لازم تبقى عارف ان هو انت 100% مخير 100% مسير. انت مربوط دلوقتي في مسار، ولو ما عرفتش ان انت مربوط دلوقتي في مسار ومسير بنسبة 100%، مش هتتحرر. 50% من حل المشكلة انك تعرف ان في مشكلة. اظن النهاردة احنا وضحنا المشكلة، ووضحنا الحل، ووضحنا الكلام ده كله، ووضحنا الحكمة. يا جماعة خريطة القدر رحلة حياة، هي رسالتي. اقسم بالله من ساعة ما عرفت الكلام ده كله انا سبت حياتي ملهاش لازمة. كل اللي فات ملوش لازمة، ومقابل ان انا اسعى للناس كلها ان هي تعرف ده. انت الارادة، وان انت تعمل، وان انت تحقق، وان انت تختني، وان انت تكبر، وان انت تحقق كل اللي نفسك فيه. والله ده موجود في ديننا، ده موجود في قدرنا، ده موجود في التكوين بتاعنا. ربنا عايزك تبقى قوي. ان يقول لك المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلهما الخير. فبالمعنى الاصح قدرنا وربنا عايزينك تنجح. اوعى تسيب حد تاني يقول لك حاجه غير كده. انا مش متخصص نجاح بس، انا مش متخصص روحانيات بس، انا مش شيخ، انا مش اي حاجه من دول، انا كل دول. انا شخص قريت في دين، قريت في فلسفة، قريت في علم نفس، قريت في كل دول، واكتشفت في الاخر ان الحكمة موجودة في مكان واحد بس، جوه. في لوجوس بقول كلمة لمست قلبي جدا، ربنا ألهمها لي. اللي بيدور على المعرفة يروح يدور عليها في الكتب، لكن اللي بيدور على الحكمة يروح يدور عليها جواه. الحكمة كلها جواك. دور جواك علشان تعرف تتحرر من مسارك. صدق صوت قلبك. الحكمة الداخلية هي مفتاحك اللي ممكن توصلك للحرية، وتوصلك للنجاح، وتوصلك للثروة، وتوصلك للدين، وتوصلك لربنا، وتوصلك لعشق الإله بجد، وتبدأ تدوب فيه. ودي حاجات هنتكلم عليها قدام. فكرة العشق الإلهي والقرب الإلهي، والصلاة يعني إيه صلاة أصلا، وإزاي نصلي لربنا وإحنا رايحين له بكل حاجة فينا. كل الكلام ده كله يا جماعة مش الفكرة كلها إننا هنقلب شيوخ، الفكرة كلها إن كل حاجة متصلة ببعضها. يقول لك ومن الناس ما يقول اللهم آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. ومين الناس بقى؟ الناس التانيين بقى من يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما قالش في الآخرة بس، قال في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. احنا عايزين الاتنين. معانا ربنا، معانا ربنا، ليه ما ناخدش الاتنين؟ معانا ربنا، ليه ما ناخدش الاتنين؟ معانا ربنا، ليه ما ندورش على حكمته؟ حكمة الإله جميلة، ما تروحوش تدوروا عليها بره، وما تروحش تدور عليها في القرآن. القرآن نص حي جاي يحييك. لما ده هيحيى هتعرف كل حاجة. والله أنا ما عرفتش كل ده إلا لما ربنا حياني. معنى كده إن أنا بقيت مثالي؟ والله أنا ما مثالي، والله أنا زيك بالظبط، عندي ذنوبي وعندي غلطاتي وعندي وقعاتي، بس أنا بحب ربنا وبسعى إن أنا أفهمه، وما بقيتش بخاف بعد كده. اتمنى يا رب اشوفك دايما بخير. الحلقة دي كانت تقيلة، اسمعها مرة واتنين وتلاتة، اسمعها مرة واتنين وتلاتة، جمع صحابك، جمعي صحابك، اسمعوها مع بعض، اتناقشوا، اسمعوا الافكار دي كتير كتير كتير، واتناقشوا فيها لحد ما تبقى جزء من تكوينكم، وطلعوا كسروا الدنيا، عشان ده اللي ربنا عايزه منكم. اسيبكم بخير وسلام وصحة وحب، كل الحب لكل حد بيشوفني، سواء كنت موافق أو مش موافق على أفكاري، سواء كنت مؤيد أو معارض. أنا بحبك، وبحب محبة الله اللي فيك ليا. بحبكم في الله. السلام عليكم.